ساعتك بكام؟ مش الساعة دي لو انت بتقبض 10,000 جنيه في الشهر على 24 يوم شغل و8 ساعات، بافتراض ان ده الوقت اللي انت بتشتغل اللي هم دولار يعني. طب ازاي احول الدولار اللي انا باخده ل10 اضعاف؟ بكل بساطة تعال نشوف محمد بيعمل ايه. جبت من المشروع دوت على موقع فريلانسر، واحد عايز فيديو اديتور يعمل فيديوهات ممتعة لليوتيوب. لما فتحت هنا البروبوزلز بحيث اشوف الناس اللي مقدمة على المشروع دوت، ما لقيتش غير واحد بس مصري اللي هو محمد، ساعته $15. لما دخلت على البروفايل بتاعه لقيت ان هو عنده 211 تقييم. الفيديوهات دي بقى اسمها فيديوهات الوايت بورد، او بمسمى تاني ال 2 دي اكسبلينر فيديوز، وده مثال للشغل بتاعه. فمثلا الفيديوهات ديت بتتعمل بالبرامج دي كلها. اجمد برنامج فيهم هو اسمه فيديو سكرايب، اللي ثمنها اكتر من $170 بيدفعوا بشكل سنوي. تقدر تتعلمها في 4 ساعات تقريبا مع استاذ محمد منير، وبلا اي مبالغه بيحصلوا على ملايين المشاهدات كل اول شهر، وكل ده باستخدام فيديوهات الوايت بورد. ومش بس تتعلمها من اشطر واحد موجود في السوق، كمان تاخد الاداه اللي هي اسمها فيديو سكرايب بشكل مجاني بمجرد اشتراكك في كورس السبوبه سوا. وانا مكانك حتى لو مش هشترك في الكورس تقدر تدخل على الموقع بتاعه من هنا وتجربه ببلاش من هنا. بيبقى معاك 7 ايام كامله تجرب فيهم السوفت وير وتحاول تطلع اول فيديو ليه. وعلى فكره الناس دي كانوا زيك بالظبط، شايفين ان المهاره ديت حاجه صعبه، ودلوقتي ما شاء الله بيعملوا فيديوهاتهم وكسبوا اول دولار من المهاره دي.